يعني أنت تقريبا الشخص الأكبر تضررا في المنطقة، في منطقة المشيمة. أيوة. ماذا فقدت؟ والله أول شيء فقدنا الدكان بشكل عام كامل، دكان مع المخزن مع البقيات كامل. والموتور نفس الطريقة جنب الدكان. يعني لقينا بانفسحنا، شفنا العبار في صلحنا، لقينا بانفسحنا وهربنا من المسمى من السيل. الصالون طبعا كان قدام البيت زي ما أنت عارف. معروف. شفنا العبار يضرب لا جنب البيت، لعل شلينا حبال كنا نربط الصالون، قلنا حتى لو سلمنا الصالون مكانه نفس الطريقة. يعني شفنا المسمى هذا بس أقل المسمى وجزء على الصالون. يعني أصبحنا وحيدين، يعني كامل كارثة. يعني ما توقعناش المسمى على الخالص، يعني دكان وموتور وصالون يعني للأبد تدم خالص زي ما أنت شايف الآن. نعم. يعني أجي حاجة فوق الرأس متوقعناش، قلنا يلا نسلم بجلد إحنا بأرواحنا. طيب حلو جدا. طيب هل له أثر الدكان؟ الدكان والعباقيش يعني اعتدم للخالص. وهنا هذا الصالون من محل البيت، من محل البيت جنب البيت، من جنب البيت، من جنب البيت. يعني كان بأمان. كان بأمان. قلنا ما توقعناش يصل لا عند الصالون، يعني قلنا بعيد. نظرا ان احنا نقرف حق هذه الوقيفه يعني بالشكل عام كامل. طيب بحكم انك كنت عندك دكان، كيف الديون مع الناس عليك وكيف الديون اللي على الناس لك؟ والله مديونين، يعني تجار يسألونا دين ونسأل الناس ديون. يعني حتى المسمى هذا الدفاتر ما عمتعناش ناخذهم، ندري ايش ديون الناس، ايش لنا عند الناس. يعني ديونك اللي عليك عند الناس مسجل عليك. ايوه اللي عند الناس والدين الذي عند عليه. الناس لك. أيوة. ما تدري حتى التاجر شي يجي يسألك شغل لك عليه كذا كذا وش يرسل لك بالواتس. اكيد. شي يدري بحقه. نعم. بس انت تدري بحقك عند الناس ما تعرف. ما تعرف الا اللي له اللي عنده ذمه وشغل لك هذه عندي وهذه مسمى. لأن ما عمتعناش حتى تاخذ شيء. قلنا شفنا العبار قد يضرب جنب الدكان بندنا وجزنا. طيب كيف كان شعورك وبعد وقت وبعد لما شفت الدكان راح، يعني مصدر رزقك؟ أيوة. والصالون راح، كيف كان شعورك في هذاك الوقت وحاليا يعني؟ قلنا شو نسوي؟ قلنا هذا من الله، أمر الله. أمر الله. نعم. ما تقدرش تسوي شيء، يعني أمر الله في كل شيء. نسأل الله أن يعوض عليك بخير إن شاء الله. إن شاء الله. وإن شاء الله المنظمات العالمية المحلية أهل الخير أنهم يوقفوا بجانبك لحيث أنهم يخففوا من معاناتك إن شاء الله. حتى تطيب راحة النفس. أنت الآن يعني كيف تشعر بنفسك يعني؟ يعني تحس نفسك خلاص، يعني ما يعني تحطم كل شيء، أصبح ما لك شيء قيمة. مش يعني تشعر أنك زي ما تقول فاقد الشيء الكثير. أيوة يعني فاقد الكامل، يعني خلاص تبقى يعني مشوه، تقول هذا كابوس. تصحى من النوم يعني تحلم تقول هذا كابوس. يعني ليش تقوم الصباح تشوف الواقع أنت تشوفه قدامك، الدكان مهلوش، الصالون مهلوش. نعم صح.